كاتب وباحث ومؤرخ بفكر واعي سليم، بيسطر الأحداث ويصحح المفاهيم. ضيفنا العزيز الموقر إبراهيم خليل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر أسرة النادي، بشكر كل العروض، بشكر كل من سعى إلى الحضور هنا، بشكر أيضا النخبة الفنية العظيمة اللي شرفانا. أنا على فكرة ما ليس له ماض لا حاضر له. أنا هقول كلمة مختصرة. أنا عشان الماضي وعشان العراقة والتاريخ شاركنا هنا إخوة من دول شقيقة وسوريا. ربنا يوفق الشعب السوري، ونتمنى انه يخرج من المحنه اللي بيعيش فيها، لان كل دم يراق على ارض سوريا بيلم، لان احنا كشعب عربي جسد واحد. انا خدت منهج اللي هو اهتميت بيه وعيدت على نفسي ان انا ابحث عنه، اللي هو منهج البحث عن البطولات المصريه اللي تمت في معارك اكتوبر 73. بفضل الله قدمت 35 كتاب، منهم 15 عن شجر الحرب وقصص الابطال والشهداء. وبالتالي كل واحد بيدلي بدلوه في جعبة التاريخ، سواء تاريخ ادبي او وطني او كافه انواع الكتابات. ومن ثم انا جيت هنا عشان اشارك اسره النادي واشارك الجهد العظيم اللي قوم به اخي جمال علي الشاعر، وايضا التعاون مع الاستاذ صابر الشهيد، وايضا اسره النادي اللي وفرت ليهم هذا المكان العظيم ودعمتهم. لان انا من وجهه نظري الشخصيه هم قوموا بدور تقوم به وزاره الثقافه المصريه. هذا التجمع هو الاول، المهرجان الاول لشعراء العرب، وان شاء الله تعالى في السنوات القادمه او في المرات القادمه سوف يكون ان شاء الله بصوره اكبر من ذلك. واؤكد واسجل هنا ان الاسكندريه اليوم بتشهد جامعه عربيه ادبيه فنيه. فكل التحيه لكل